بعض الناس للأسف لا يعرفون للعيد حقه ولا حده، بل إنهم لا يعرفون مشروعية العيد، فيظنون أن العيد هو انحلال في الأخلاق وتسيب للعادات وانفراط في العبادات. ولهذا ترى البعض جهلا منه يظن أنه لا يكون عيد إلا إذا غيرت المرأة وجهها ولبست أقصر ثيابها وتعطرت بأطيب ريحها وخرجت على الشارع لتعرض مفاتنها على الرجال. فهذه أولى المخالفات التي يقع فيها بعض النساء ظانين أن يوم العيد يوم مسموح يفعل فيه المرء ما يشاء. فإن قلت لها أنت مسلمة، أنت مصلية، أنت طائعة، وربما كنت حاجة، فما هذا الثياب الذي تلبسينها؟ وما هذا المكياج الذي تضعينه؟ قالت إنه يوم عيد. وإذا قلت لها أيضا من العادات التي يقع فيها بعض الناس هي مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. والعيد الذي هو يوم فرحة وبهجة لا يكون يوما للأموات، لا يكون لزيارة القبور، لا يكون للحزن والبكاء وتجديد الأحزان في يوم العيد، إنما هو يوم فرحة وبهجة وإدخال السرور. العيد الذي هو يوم صلة رحم لا يكون فيه قطع الأرحام، ولا يكون فيه البعد ولا الشقاق ولا الخصام. وهناك من الناس من يقطع أرحامه حتى في العيد، لا يذهب إلى أمه التي قطعها، ولا إلى أبيه الذي قطعه، ولا إلى أخته التي قطعها، ولا إلى أخيه، بل إلى أعز الناس إليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالله الله في هذا العيد أن نكون مع الله وعلى شرع الله حتى نسعد في الدنيا وفي الآخرة. حتى في يوم لهوك وفي يوم لعبك فالله سبحانه وتعالى أكبر من أن تعصيه وأن تحول يوم العيد إلى يوم معصية. ليس هذا من شكر النعمة، وليس هذا من تمام العبودية أن تعصي الله في يوم العيد، فتخرج بناتك بغير ضوابط، فتخرج أنت إلى المنتزهات، إلى الشواطئ بغير ضوابط، تشرب الدخان، تجلس على المقاهي، أندية، رقص، طبل، زمر. احذر أن تعصي الله سبحانه وتعالى في يوم العيد، فهو يوم عبادة وطاعة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيد علينا هذا العيد بالخير واليمن والبركات، وأمتنا ترفل بالسعادة والغناء واتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. تقبل الله منا ومنكم. إلى عرفات الله يا خير زائر، سلام الله عليك في عرفات. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، من أحوال السلف بعرفة. أما عن أحوال السلف الصالح بعرفة فقد كانت تتنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء. وقف مطرف بن عبد الله وبكر المزني بعرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لإله لولا أني فيهم.
ومنهم من كان يغلب عليه الرجاء. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. العبد بين حالين. إذا ظهر لك أخي الحاج حال السلف الصالح في هذا اليوم، فاعلم أنه يجب أن يكون حالك بين خوف صادق ورجاء محمود كما كان حالهم. والخوف الصادق هو الذي يحول بين صاحبه وبين حرمات الله تعالى، فإذا زاد عن ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود هو رجاء عبد عمل بطاعة الله على نور وبصيرة من الله فهو راج لثواب الله، أو عبد أذنب ذنبا ثم تاب منه ورجع إلى الله فهو راج لمغفرته وعفوه. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فينبغي عليك أخي الحاج أن تجمع في هذا الموقف العظيم وفي هذا اليوم المبارك بين الأمرين، الخوف والرجاء، فتخاف من عقاب الله وعذابه وترجو مغفرته وثوابه. هنيئا لمن وقف بعرفة. فهنيئا لك أخي الحاج يا من رزقك الله الوقوف بعرفة بجوار قوم يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب أخلص لله التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه. فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أعسر الأوزار فكه وأطلقه. وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان، وأعطاهم نهاية سؤالهم الرحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حان الآن موعد أذان المغرب. الله أكبر.